رشاقة العيون والعناية فيها بالإضافة للعناية كمان بالبشرة. اليوم رح نحكي عن تقنية جديدة مع الدكتورة سمر بخير عن تقنية الألملايزر. دايما المرأة بتحرص انها تتابع على كل شيء جديد خاص بالبشرة لأنه بيزيدها إطلال وجمال أكتر، ونحن بستايلك حريصين كمان حتى نتابع كل شيء جديد بعالم البشرة. اليوم ضيفتنا الدكتورة وأخصائية البشرة سمر أبو الخير. مساء الخير. مساء النور. سمر، اليوم بدنا نحكي عن تقنيات جديدة عن البشرة، ونازل عندكم جهاز جديد اسمه الليزر، خبرينا عنه. الألملايزر هي عبارة عن تكنيك ميديكال تكنيك، يعني هو ميديكال تكنولوجي تكنيك، بيشتغل أكثر إنه هو بيعالج البشرة. طبعا إحنا الحالات اللي ممكن نستخدمها فيها بنستخدمها نحت الجسد، وبنستخدمه كمان مشان الدقن الثاني اللي هون بيقولوا عنه، ومشان حتى رفع وشد الجفون. هلا التقنيات اللي وصلتوا لها مع هيدا الجهاز بتعطي نتيجه سمر؟ طبعا هي الميزه فيه للجهاز انه هو بيعطينا نتيجه وبتكون بديله عن العمل الجراحي، وكمان بنفس الوقت انه هي ما بس بديله عن العمل الجراحي، هي كمان نتيجه ملحوظه. هيدي التقنيه سمر انتشرت بالاوان الاخيره بشكل يمكن كبير ولا خفيف، بس النتائج كيف عم بتكون معكم؟ هذا تكنيك قديم، هو تكنيك طبي قديم، لكن هلا صار في عنا اللي هو النيو تكنولوجي بيشتغل انه بيقدر يعطينا النتيجه اللي نحن بدنا اياها، واللي بتكون بديله عن العمل الجراحي بنفس الوقت وبنتيجه ملحوظه. طبعا هذا هو تكنيك كثير جيد، لانه هو ما بس انه هو بيشتغل على البشره، او مثلا اذا بدنا ناخذ نحن على منطقه الجفون، هي ما بس بتعطينا انه هي بتشد المنطقه هذه بطريقه مؤقته، لا هي بتشتغل انه هي بتخلي البشره هيلثي، وبنفس الوقت بتغير ترتيب طبقات البشره بحيث انه هي بتعيد ترتيبها وبناءها من اول وجديد، وبتكون هي النتيجه النهائيه كانك انت عم تعملي بترجعي بشرتك 5 أو 10 سنين لورا. حتى نوضح اكثر دكتوره سمر، بدي استفسر كم جلسه ممكن انها تخضع لها السيده حتى تعطينا هالنتيجه الحلوه؟ تقريبا نحن بنقول انه ممكن هي تكون بين 3 جلسات ل4 جلسات، وبتكتفي هيك السيدة وبتكتفي فيها. وممكن حتى المنطقة اللي تحت الذقن اللي هي الدهون الزائدة أو الترهل كمان عامل مساعد مع الجهاز إنه ينشد هيدي المنطقة، كونه هيدي المنطقة كمان عم بيخضعوا لها لعلاجات أو جراحات تجميل حتى يعطوها نتيجة. مع هذا الجهاز كمان هيدي المنطقة لها تأثير؟ طبعا الملايزر بده يعمل بالنسبة لهيدي المنطقة تحديدا، هو بده يشتغل على حرق الدهون، مش تكسير الدهون، حرق الدهون وتذويبها، وبحولها لسواء نتخلص فيها عن طريق الغدد اللمفاوية لخارج الجسم. وبنفس الوقت هو بيعمل عملية بنقول نحن تيتنينج للبشرة من أول وجديد، فبعيد ترتيب الطبقات، وبنفس الوقت بيرجع بيشد المنطقة كلياتها، فأنت بتكوني كأنك عملتي حرق دهون، هي بديلة عن عمليات الليبوسكشن. هلا انت رح تطبقي لنا عن جهاز الليزر، بس خلينا نفوت كمان بتقنيه جديده كمان عندكم اسمها الكاليوم اللي هي الام سي اس، خبرينا عنها كمان. هلا التقشير هي هذا التكنيك تكنيك الكاليوم بيشتغل على التقشير، والتقشير هي من اقدم انواع المعالجات اللي هي ابتدوا فيها الاطباء ليعالجوا فيها البشرات. طبعا هي حسب انواع المعالجه وحسب نوع البشره وعمرها وحالتها. طبعا بيجي الام سي اس تكنيك بيمشي لكل انواع البشرات ولكل الاعمار غالبا، وبصير حتى للبشرات اللي كثير حساسه. والميزه اللي فيه بانه ما بس بيعمل عمليه ازاله للبشره، او نحن بنقول البشره الميته من بشرتنا، هو بيشتغل حتى على بيزيد افراز الكولاجين والالاستين، وبعيد ترتيب خلايا البشره من اول وجديد، لانه نحن اذا بدنا نوصفه بنوصف انه هو تقشيره دائما بيكون بشكل العمودي، فهو بيوصل معنا لطبقات عميقه من البشره. بالناحيه الثانيه بيخطر ببالنا دغري ممكن يكون شوي صعب لهو كثير امان. حلو. طيب اذا نحن بدنا نحكي عن الاثار الجانبيه، يعني عم بتقولي لي امن اكيد، بس ولكن الكل يمكن بيتساءل معقولي انه في جهاز نحن فصلنا اول شيء الليزر للعيون وفي جهاز للبشره، فكل واحد بيشتغل على منطقه معينه، ففسري لنا انه كيف بتشتغلوا على الجفون والعيون والبشره، كيف فاصل بيناتهم؟ الفاصل دائما بنحاول انه اذا في عندنا بنقدم نصيحه للست، دائما بيكون انه بنعمل التقشير بالاول، بنترك فاصل تقريبا من اسبوع ل10 ايام، وبنبتدي بالليزر.
بهالطريقه نحن عم نكون زدنا يعني نسبه يعني تجديد الخلايا عندها كثير، وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على الخلايا الجديده، ما عم نشتغل على الخلايا القديمه. وبيتطبق الاثنين بنفس الوقت ممكن ولا لا، كل مو واحد؟ ما بنفس الجلسه، نحن بنترك فاصل بينهم تقريبا من اسبوع ل 10 ايام. سمر، بوضع الشتاء او صيف فصل الشتاء بتكتر عمليات التقشير لانه يمكن سيفتي اكثر بالنسبه لبروده الجو، فشو تعليقك على التقشير اللي بيكون عميق او بالاحماض؟ يعني فسري لنا عن هيدا السلسله الطويله من التقشير. بالغالب نحن طب اكيد فتره الشتاء هي انسب فتره لنحن نعمل فيها التقشير، بدنا ناخذ خصوصيه المكان، يعني نحن اللي عايشين فيه. ممكن انا اكون عايشه ببلد 3/4 الشتاء ممكن يكون في 3 شهور او 4 شهور والصيف بيكون خفيف، ببعض الحالات بصير في تجاوزات انه يكون ممكن التقشير فتره الصيف. اما مثلا اذا بتاخذي منطقه الخليج بشكل عام، نحن بدنا نحاول نلتزم بفتره الشهور اللي هي بيكون الشمس فيها كثير اخف، لانه البشره خلال فتره التقشير بتكون كثير رقيقه وبتكون حساسه كثير، وبنحاول تكون تقطع فتره التقشير وهي بتكون كثير مرتاحه، ما تتعرض لاي عامل خارجي ممكن ياذيها، وانت بتعرفوا عن حالات الكويت كيف بتكون. فهي هي اكيد بيرتبط بفصل الشتاء. من ناحيه انواع التقشير هي بتختلف عنا، نحن عنا كثير انواع للتقشير، ونحن عنا بنبتدي من الفيري لايت لللايت للميديوم. طبعا نحن بنوقف عند هذا الحد لانه حتى التقشير العميق بيكون في له كثير يعني حالات معينه، وممكن يصير هون وممكن يصير برا. بتختلف كمان انواع التقشير حسب نوع البشره وعمر البشره ومشكله البشره. يعني اذا بتجينا صبيه صغيره نحن ما فينا نعمل لها نوع التقشير العميق، اذا بتجينا صبيه حتى لو بالعمر اكبر بس بشرتها منا تعبانه ما فينا نعمل لها التقشير العميق، وحسب قد ايه هي بتكون. طبعا لازم يكون في تحضير كمان قبل فتره التقشير. نحن بنحكي انه ليش التقشير هي يعني هي من اقدم المعالجات اللي نحن بنقول بانه اي ست حتى لو كانت حابه انه هي تعمل اي تريتمنت ثاني تبتدي بالتقشير، لانه تعطيها امكانيه اكثر انه تزيد افراز الخلايا الكولاجين والالاستين فيها، وتزيد عمليه تجديد الخلايا. لانه نحن بعد عمر معين، يعني بنقول بس ندخل تقريبا بعمر ال 30 بتصفي انقسامات الخلايا عنا بطيئه، فبتعطينا نمط معين من الخلايا بيكون اقل بالفيتامين واقل بالكولاجين واقل بالترطيب واقل بكل الشغلات اللي نحن تعودنا عليها من تحت ال 30. من لنقدر نحن نرجع لهيدي الفتره بنحاول انه لو بالسنه مره ننصح انه هي تبتدي بالتقشير وتبتدي بالفيري لايت، يعني تمشي حسب البروتوكول تبعه، يعني تبتدي بالفيري لايت بعدين باللايت وبعدين تنتهي ممكن توصل للميديوم. نفضل انه ما فورا تقطع هيدي المراحل وتبتدي مثلا بالتقشير يكون اعمق، لا خليها يعني تمشي معها بالتدريج. شو رايك بالتقشير اللي بيكون داخل البيت او انه شخصي؟ كمان بصير هذا النوع، بصير حسب ممكن في بعض الناس بتستخدموا النوع يعني بيتجهوا للمكونات اللي هي طبيعيه حسب الخلطات والماسكات وهي القصص، وهذه طبعا هذه شغله منيحه. وبنفس الوقت او ممكن تشتري مستحضرات من الصيدليه. بس في حال كان في عندنا مشكله، هي كانت لو كانت البشره ما فيها شيء، بس في حال كانت البشره عندها مشكله صعب انه هالنوع من التقشيرات انه تعطيها حل للمشكله لها. في حال انه حابه تكون بشرتها هيلثي اكثر، فيها نضاره اكثر، ممكن هي بشكل دوري انه هي تلتزم فيهم. وحتى نحن بنقول بانه اللي بيعمل التقشير العميق بس يخلص من التريتمنت تبعه، ومن الافضل انه يكفي بهيك نوع بالبيت. يعني بتنصحي هيدي النقطة انه طبعا يكفي فيها، بس طبعا. مين دكتورة سمر بيحدد موضوع التقشير داخل البيت او الوصفات اللي ممكن تتاخذ من الصيدليات حتى تكون سهلة على السيدة انها تستخدم بالبيت؟ مين ممكن بيحددها؟ ممكن طبعا. هيك تروح اي سيدة تسأل بدي تقشير للبشرة، ولا ممكن لازم يكون في لجوء لكم قبل؟ لا طبعا هي لازم تروح تحدد نوع البشرة اللي لها، ولو تعرف في اي نوع. غالبا لما بنقول نحن على تقشير موجود بالصيدليات نحن ما عم ناخذ البروفيشنال او العميق، نحن عم نحكي على السنفرة او عم نحكي على نوع من انواع التقشير باحماض الفواكه الخفيف. بس في ناس بدها حل جذري على طول. اي، وما هيك نحن ما مع انه هي منا لحالها انه هي تتجه او انها تختار المنتج او الطريقه اللي بدها تعالج فيها بشرتها بالبيت. من الافضل انه هي تروح لعند اخصائي وهو بيحدد نوع بشرتها، لانه ممكن تغير كثير تركيبه البي اتش ببشرتها من طريقه استخدامها للبرودكت، او انه تجرب مثلا ممكن تجرب هالمره مثلا هالنوع تلاقيه ما استفادت عليه،
بتروح على نوع ثاني، فبهالطريقه هي بتتعب بشرتها، بتوصل لعنا تعبانه، لانه هي بتكون يعني عرضتها لاكثر من نوع معالجه ممكن ما يكونوا بيناسبوها. حتى التقشير ممكن انه الكريمات المستخدمه تبتعد عن منطقه العين، بيكون لها كمان كريمات مختلفه طبعا بمنطقه العين. طبعا يعني لازم الاستشاره واللجوء لاي مختص اهم من اي علاج يكون خاص. النسيج الموجود حول منطقه العينين والنسيج الموجود بالشفايف كثير قريب على بعضه البعض، ومن الافضل انه ما يكون في ولا اي مبادره شخصيه الا عن طريقه اختصاص. عن طريق الاختصاص. هلا بدك تطبقي لنا سمر طريقه الليزر اللي خاصه بالحواجب وترهل الجفون والمنطقه الموجوده تحت الذقن. من بعد الفاصل فقرة خاصة باتيكيت الأزياء والأناقة مع هنادي خزعل.